البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو خفيف ظريف. اليوم جيتكمش من المطبخ، راح بربي ان شاء الله نخيطوا مناديل المطبخ ولا لي سيرفيات ولا طراشن كيما نقولوا لهم بالعاميه. واش عندي هنا؟ عندي متر تاع قماش، انا جبت غير متره. نتوما يعني حسب الطراشن اللي حبيتو ديروهم. هنا عندي القماش هذا البنات متره، والطول تاعو عفوا العرض فيه 88 سنتيم، يعني ما وصلش متره. راح ندير 4 لي سيرفيات، راح نديرهم هكذا كيما راكم تشوفوا. الطول تاعهم هنا من 50 سنتيم، يعني نص متره، ومن هنا 44، يعني فيها 88 كي نقسموها راح تولي 44. راح ندير 4 لي سيرفيات، راح نديرهم كبار هكذا البنات. وعليه انا راح نديرهم للمطلوع، يعني راح ندير فيهم المطلوع. لهذا درتهم كبار، مع كي نزيدو نكفوهم على الكفه يعني تجينا قد قد. هنا واش راح نديروا البنات؟ راح نحلوا المتر تاع القماش تاعنا، راح نحيو هذاك الطرف الزايد، يعني كيقص لي انا اللي شريت من عنده، قصوا لي شويه اعوج. انا راح نحي هذاك الزايد هذاك باه يجينا القماش تاعنا، يعني كي نكفوه ما تجيش الكفه تاعها معوجه كيما راكم تشوفوا. راح نتبع هذا الكري هذا، يعني نخلي 1 سنتيم، يعني صبع نتبع هكذاك. هنا راكم تشوفوا كيفاه كاين الزايد، نظن راهي واضحه. هنا راح نحي هذاك الزايد باه كي نكفو السيرفيات تاعنا ولا الطرشون تاعنا ولا المنديل تاعنا راح يجينا، يعني العمليه تكون سهله وما تعبناش وما تجيناش معوجه. راح نحي هذاك الزايد حسب كيما راه مقطع من هيك، مقصوص من هيك هكذا. هكذا نحيو هذاك الزايد. انا كيما قلت لكم البنات عندي متره هكذا، شريت غير متره، والعرض تاعو هذا القماش هذا كاين اللي فيه العرض يعني دوب لارجو، كاين اللي فيه العرض وكاين اللي ما فيهش. هذا كيما قلت لكم العرض تاعو راهو 88 سنتيم، يعني الطرشونه كديروها هكذا تقسموها على زوج تولي 44. راح العمليه جد سهله البنات. باش نوضح لكم مليح، راح نطبق القماش تاعي على زوج هكذا كيما قلت لكم. من لهنا عندي 50 سنتيم، ومن لهنا عندي 88. راح نطبق على 4 كيما قلت لكم. المره الاولى حبيتهم كبار هكذا، يعني كاين يحبوا طراشن كبار وما يلقاوهمش، يعني نشريو ونخيطوهم في الدار، يعني طريقه جد سهله. واللي ما عندهاش ماشينه يعني تقدر تكف بيدها. يعني دوك نعطيكم الطريقه كيف ما. هنا راح نقص انا القماش تاعي هكذا بهذه الطريقه، نطبقوه غير على زوج، نديرو قد قد ونقص بهذه الطريقه. هنا عندي زوج وهنا عندي زوج، راح نزيد نقصو. يعني حبيتها، يعني انا ما درتهاش كاري كيما نقول، درتهاش 50 على 50 لان ما عنديش العرض. وتقدروا الا تنقصوا حبيتوا ديروها 44 على 44، راح تنقصوا من هنا ديروهم قد بعضهم يجيوكم كاري. يعني معليش يجيوني مستطيل كيما قلت لكم زايد 6 سنتيم. حبيت هكذا معليش عريضه لان كيما قلت لكم راح نديرهم للمطلوع. هنا راح نحي هذا الزايد هذا، راح نحيوه، نحاولوا كيفاش نحيو الزايد باه كي نكفوهم ما يجينوش معوجين. شوفوا هنا عندي زوج لي سيرفيات هاهم، نحيو الخيوط هكذا. يعني اصحاب المشاريع راح يشريو اكيد يعني رولو تاع قماش، وشوفوا النوعيه اللي يحتاجوها. يعني كاين بزاف انواع تاع القماش هذا تاع لي سيرفيات، لي كولير ولا حتى الكاليتي كاين خير من هكذا. واش راح نديروا البنات؟ هكذا راح نحكموا القماش تاعنا، يعني نشوفوا الوجه تاع السيرفيات وراح نطبقوا هكذا الطبقه الاولى كيما هكذا، ونزيدوا نطبقوا نديروا غير كفه خفيفه. البنات هيا نروحوا معايا مع بعض على الماشينه نكفوا لي سيرفيات تاعنا. هنا البنات بعد اللي فصلنا لي سيرفيات تاعنا راح دوك نكفوهم مع بعضنا. شوفوا هنا كيما قلت لكم نحكموا حوالي يعني نصف سنتيم، مش 1 سنتيم، يعني نص سنتيم. راح نطبقوا هكذا كفه صغيره كيما راكم تشوفوا. نعاود نحلها مليح باش تفهموا هكذا، ونزيدوا نعاودوا نطبقوا مره اخرى باش نغطيو هذو الشوائب هذو ولا هاد الخيوط اللي خارجين. بهذه الطريقه راح نهز هكذا، وراح نحطو ونبداو نبيكيو. راح نشعل الماشينه تاعي، بسم الله على بركه الله. نبداو بهذه الطريقه ونبيكيو، يعني نحاولوا كيفاش نبيكيو
على الحاشيه. شوف نروحوا معها غير بالعقل، يعني خاصه المبتدئات ما لازمش تسرعوا، يعني باش تجيكم الكفه منظمه وما تهرب لكمش الماشينه هكذا ولا هكذا. بهذه الطريقه راح نحكموا منا ونبداو نبيكيو بالعقل. راني نروح بالعقل باش تشوفوا الطريقه راهي واضحه. كما قلت لكم كيكونوا هاد الزوائد هادو راح نحيوهم وننقصوهم، نحاولوا كيفاش نحيو هذاك الزايد باش تجينا الكفه تاعنا مليحه، ما تجيناش معوجه. بهذه الطريقه يعني بالنسبه للمبتدئات روحوا الماشينه غير بالعقل. ودوك اللي ما عندهمش، بالنسبه لي ما عندهمش يعني آلة الخياطه ولا لا ماشين، راح دوك نعت لكم كيفاش ديروا باليد، يعني غير بالبرا والخيط ورايحين ديروا هذو لي سيرفيات، يعني رايحين تفرحوا بهم لانه راكم خدمتوهم بيديكم. ها هكذا راح نهز الرجل تاع الماشينه. هذا الزايد البنات راح ينقصوه كما قلت لكم باش تجيناش، باه ما تجيناش معوجه الكفه تاعنا. راح كيف نزيد نطبق هكذا كما قلت لكم نص سنتيم، نزيد نطبق بهذه الطريقه ونحط. راح نحاولوا كيفاش نحطوا على الحافه هكذا، نحكموا هكذا بالرجل ونعاودوا نديروا هكذا. نحاولوا كيفاش نديروا الكفه قد هذه اللي منا. شوفوا كيفاش جاتني، يعني جاتني معدوله، ما جاتنيش مكمشه ولا جاتني راهي جاتني قد. نروحوا كما قلت لكم غير بالعقل، نبيكيو غير بالعقل كيما تحبش تمشي لنا. نهزوا هكذا ونروحوا. هنا البنات فضلت لي بورت كانيت، دوك لا كانت عفوا، دوك نعمرها ونكملوا الخياطه تاع لي سيرفيات تاعنا ونشوفوهم واجدين. البنات هنا بالنسبه اللي ما عندهمش ماشينه ولا آلة الخياطه، يعني ما نسيتكمش تحبوا تخيطوا هذو لي سيرفيات في الدار، راح نعطيكم هذه الطريقه كيفاش نخيطوا باليد. يعني تكون عندكم هكذا لي زيبانجل، نحكموا كيما نعطي لكم لي سيرفيات الاولين اللي بيكيناهم بلا ماشي. هنا كيما نطبقوا هكذا كيما قلت لكم من نص سنتيم، نزيدو نعاودو نطبقوا المره الثانيه هكذا بهذه الطريقه باش تساعدكم نحكموا بلي زيبانجل هكذا. نزيدو نمشيو نحكموا هذا الكوتي كامل اللي راح نكفوه، نحكموه كامل بلي زيبانجل بهذه الطريقه باش ما يساعدنا في الخدمه تجينا سهله، خاصه المبتدئات. يعني بزاف يحبوا يشريو القماش لا كاليتي اللي يحبوها، يعني يحبوا يشريو لي سيرفيات وما يلقاوش الحجم اللي يحبوه ولا لا كاليتي تاع القماش اللي يحبوه، يشريو هكذا يعني ويخدموهم في الدار احسن واحسن. كما قلت لكم بالنسبه لي ما عندهمش يعني لا ماشين في الدار، هنا نجيبوا ابره وخيط، رانا سمينا الخيط درناه على زوج، نديروا عقده هكذا. يعني انا عقدته نحي برك هذا الزايد نقصو ونبداو. هنا شوفوا البنات كيفاش راح نديروا، نحكموا كيما نقولوا زوج، نظن راهي واضحه. نحاولوا كيفاش نحكموا زوج خيوط هكذا، يعني هذا الخيوط اللي راكم تشوفوا فيهم هكذا نحكموا غير زوج، يعني ما نحكموش باش تجينا صحيحه ما تقطعناش كي نغسلوهم ولا حاجه. نحكموا غير زوج نفدات هكذا، زوج خيوط، ونزيدوا نخرجوا لهذا نحكموا من ونحكموا من هنا ونجبدوا. نحاولوا نخيطوا لداخل ما نبينوش الخياطه باش تجينا يعني الخدمه متحوفه وما يبانوش وما تباناش الخياطه. نحاولوا كيفاش نقربوا يعني النفده كيما نقولوا والغرزه تاع الخيط ما نبعدوهاش بهذه الطريقه ونجبدوا لداخل. نديروا الخيط لا كولور تاع القماش يعني اللي شريتوه. حاولوا كيفاش ديروا الخيط لا كولور باش ما تبانش، خاصه المبتدئات اللي ما يعرفوش. كيما قلت لكم هنا نحكموا زوج خيوط، يعني ما نحكموش خيط واحد باش تجينا صحيحه، زوج خيوط. وما نحاولوا كيفاش ما نبينوهمش من تحت
بهذه الطريقه هكذا، يعني من هنا من تحت ونحكمو من الفوق كيما راكم تشوفوا. بهذه الطريقه نظن راهي واضحه. هنا راح نحي لي زيبينغ تاعي بديت عود خيط هكذا نجبدو بالعقل. بالطريقه البنات راح نزيد نقرب، ما تبعدوش النفده او الغرزه تاعكم، ما تبعدوهاش، حاولوا كيفاش تقربوها باش تجيكم الخياطه صحيحه كيما نقولوا، ما يتحلولكمش يعني مع الغسيل ومع وسمو مش رايحين يتحلوا. هذه الطريقه حتى نكملوا كامل السربيه تاعنا. نقولكم بالنسبه للبنات ولا للاخوات يعني اللي ما عندهمش لا ماشين في الدار يحبوا يخيطوا لي سربيات، يعني يديروا الحجم اللي يحبوه. ساعات نحبوا نشيو لا كولير تعجبنا نلقاو الحجم صغير، ولا ساعات نلقاوهم لا كاليتي تاع القماش ما تعجبناش، نحاولوا كيفاش نشريو يعني بالمتراج. ولا اصحاب المشاريع يعني اللي يحبوا يديروا مشاريع ثاني اكيد راح يشريو يعني بالرولو ولا بالقامه ويخدموا على رواحهم، مشروع مربح. بهذه الطريقه نزيد لكم هكذا زوج نفدات حتى نكملوا كامل السمو تاعنا، السربيه تاعنا ولا طرشون تاعنا ولا المنديل تاعنا. شوفوا الخدمه هنايا كيف ما جات، شوفوا هنا البنات. نظن راكم فهمتوا، يعني نتمنى راكم فهمتوا الطريقه تاع كيفاش فصلنا هذه المناديل يعني شهر رمضان المبارك. اللهم بلغنا رمضان لا فقيدين ولا مفقودين. راح نعطي لكم يعني لي سربيات اللي خيطناهم كيما راكم تشوفوا. هاي الخدمه كيفاش هذو اللي جيت نحيهم، هذو تشوفوهم هكذا هاهو نجبدو باك الخيط يتنحى شي حاجه. شوفوا هنا كيفاش الخدمه نظيفه، شوفوا النفده كيف ما هكذا على لي كوتي كامل. دوك البنات واش ندير لهم انا، هذو لي سربيات راح نغسلهم ونحددهم، والفيديو ان شاء الله الجاي ان شاء الله نشوفوا راح الوصفه اللي راح نديرها لكم تاع المطلوع ان شاء الله راح نديروا عليهم. نتمنى حبيباتي استفدتوا من الفيديو تاع نهار اليوم. في فيديو اخر باذن الله تعالى. الى اللقاء حبيباتي.